الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، إنني وأنا أخاطبك اليوم بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من مدينة داكار عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة. أعرف أنك لن تتفاجأ بهذا القرار، فالسنغال كان من بين الدول التي شاركت في هذه الملحمة الوطنية إلى جانب دول إفريقية وعربية أخرى. كما أن هذا البلد العزيز كان دائما في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك، فقد أبان قولا وفعلا في عدة مناسبات أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية بمثابة قضيته الوطنية. ولن ينسى المغاربة موقفه التضامني الشجاع أثناء